جات لي فرصه في فيلم جديد يا نجوم مصر، والمره دي كنت هخرج فيلم للنجم، الممثل، المغني، الملحن، المنتج، الكاتب، المخرج، الكل في كل شقيت وانت الكل في الكل بهيم، عامر يسري. خليني احكي لكم اللي حصل. انا بقالي شهرين بجهز واكتب في فيلمه الجديد اللي هيقدم فيه اول سوبر هيرو من المرج. اخيرا الفرصه جات لي واشتغلت كتير عشان اطلع حاجه تشرف. بعت لهم الورق وبعدين رحت اقعد مع الفنان ذات نفسه والمنتج عشان عندهم تعديلات. المخرج كان شكله تعبان ومتعور، فسالته هو حضرتك كويس؟ قال لي لا مفيش، في ورشه الكتابه امبارح خبطت في عمود وانا مروح بقى للشغل، ممكن نركز في الشغل والنبي؟ قلت له ماشي ألف سلام. والحوار دار كالآتي. بص الأول برافو عليك، شغل هايل، بس في حاجات أنت كاتبها لازم تتغير. زي إيه؟ أنت كاتب شرير قوي وليه هيبة كده. أيوه، وأتمنى يكون عجبك. حاولت أخليه مصدر تهديد على قد ما أقدر. طيب إحنا عايزينه مهزأ شوية. نعم، مهزأ ازاي يعني؟ مثلا دلوقتي انت عامل الشرير بيطلع ليزر من عينيه. جميل، هي حلوه فكره الليزر بس هيطلعه من تيزر. ايه ده؟ وبالنسبه للخناقه اللي في اخر الفيلم هتتفور. هو في بطل بيتضرب يا ابني؟ عادي. هو في ايه؟ هو ليه كل ده؟ ما احنا عايزين الفنان بتاعنا يتلمع وياخد وضعه كده. ايوه هو ده. هتخلص التعديلات امتى؟ انت مقتنع باللي انت بتقوله ده؟ ما هو كده الفيلن ايه لازمته؟ انت مستعد تبوظ الفيلم عشان جناب الباشا ياخد وضعه ويتلمع؟ يا عم هات حد ياخده لك في يومين وفضي الليله دي كلها وخلصنا. بقول لك ايه، انا اخيرا جات لي فرصه اثبت نفسي، ومش هعمل العته ده، انا هعمل حاجه تشرف، وده اخر كلام عندي. انا بطالب بحقي من عامر يسري يا نجوم مصر، عشان اللي حصل ده مش قادر. تمام. طيب مؤخرا انا شفت اجزاء من فيلم تاج لاني ما استحملتش الصراحه، وده بصراحه خلاني افكر في حاجتين. اولا ثانيا العمليه الانتاجيه لاي فيلم تتضمن عدد كبير جدا من الناس، ممثلين ومصورين ومنتج ومخرج ومساعدين مخرج. ليله ايه بقى السبب؟ ان كل الناس دي شافت ومدت ايديها كده واشتغلت في اللي انا شفته في الاخر ده. يعني كل الليله دي مفيش فيها واحد وقف في وسط التصوير وابتدى يسال نفسه انا بعمل ايه؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ ما هو انا مش لاقي سبب منطقي غير ان هم يا اما متهددين بحاجه يا اما رافعين حاجه. اللي انا شفته دوت ليفل جديد من الرخص. الموضوع مش موضوع السينما، انا ما شفتش في حياتي حاجه اوحش من كده غير مثلا قفشه في المرتدات. بعيدا بقى عن كل حاجه في الفيلم، انا لفت انتباهي الفيلن، وده خلينا نسأل هو احنا امتى اخر مره شفنا فيلن عادل؟ وفيلن هنا مش مقصود بيها فيلن في فيلم سوبر هيروز او كده. الفيلن او الانتاجونست هو اي شخصيه ضد البطل بتاعنا في اي عمل، حتى لو رومانسي او كوميدي. انا عارف ان الافلام الكويسه بقت اصلا نادره، بس فكر فيها كده، ايه اخر فيلن مصري شفته وعلم معاك؟ انا شخصيا هقول نائل، ولو رجعت لورا شويه هقول ونوس، وبعد كده لازم ارجع لورا خالص عشان اقول عبد الملك زرزور في ابراهيم الابيض. الحقيقه ان اغلب الانتاجونست او الفيلنز بتوعنا بتبقى شخصيات سطحيه جدا موجوده بس عشان البطل يدوس عليها في الاخر. يعني انا راضي ذمتك في 2023 هل ينفع تعمل لي مسلسل 30 حلقه الفيلن فيه راجل رخم مكشر طول الوقت من غير سبب، وشه عليه غضب ربنا، صوته خشن، دايما متضايق ودايما عايز يضايق كل اللي حواليه وعايز يعمل اي حاجه شريره وخلاص؟ هل ده صح؟ بص هو صح، ده صح جدا كمان، بس انا راجل مبتدئ، وبما اننا كلنا مبتدئين ما اعتقدش ان عمرو سلامه بيتفرج عليا يعني، فهنشرح الصح الاقل منه شويه. اوكي، فعشان اشرح لك ليه احنا ما عندناش فيلنز كويسين لازم الاول نفهم ازاي نكتب شرير كويس. الموضوع كبير بس انا لخصتهم لك في 5 نقط. انزل اعمل سبسكرايب ولايك، وكالعاده هتلاقي الفيديو متقسم تحت احتراما للوقت. وتعال نخش في اول نقطه، القوه. ما تضعفش وما تتزلش عشان من نظري ما تقلش. بص، في راجل حكيم قال لك في حلقه اوبنهايمر ايه؟ حدوته حلوه ايكوال صراع. بيفهم
والله بيفهم. لو قلت لك النادي الاهلي هيلاعب الوز الاوغندي في افريقيا هتخاف؟ قلقان؟ لا خالص، ما قشطه يعني. بس لو قلت لك صن داونز فريق كبير، فريق قوي، فبالتالي بيشكل خطر وتهديد اكبر. بديهي صح؟ طب ولما هو ميتين بديهي انا ليه كل رمضان بتفرج على نفس كاركتر الفيلن الخسيس الضعيف اللي مجرد ما محمد رمضان بيخش الحاره ركبه بتترعش من الخوف؟ ليه كل سنه بتفرج على نفس المشهد؟ محمد رمضان ماسك الفيلن عامله ساند باج واحمد سعد بيغني ورا. تخيل معايا كده لو في جعفر العمدة 2 ظهرت شخصيه جديده وجعفر دخل يضربها قام ماسك ايد جعفر وعجنه ضرب. انت متخيل انت هتعمل حساب للشخصيه دي قد ايه؟ ما هو الفيلن من مهامه انه يبقى ند البطل، لازم يشكل تهديد عليه. بس لا، احنا الفيلن بتاعنا لازم يبقى شخص خسيس ضعيف بقى ما يقدرش يواجه البطل ويقعد بقى يدبر له في المكائد بقى من ورا ظهره ويستنى بقى يسافر او يتحبس عشان يعمل حاجه ونغيب القط تلعب يا فار. اصل انت مش فاهم، البطل بتاعنا نجم ودي صوره النجم عامه بقى، فانت عايزنا نجيب شخصيه تانية تساويه في الهيبه وتخن الصوت يا ليفا. بس دي مش سينما، ده قرف. وهسالك سؤال بسيط، انت عمرك حسيت بالتهديد من ناحيه شوقي او كارم فتح الله في جعفر العمدة؟ هل انت شكيت في لحظه ان جعفر هيطقم لهم؟ طيب وانت بقى بتتفرج على هي فوضى ما كنتش قلقان ومتوتر من حاتم؟ فهمت انا بتكلم في ايه؟ ما هو لو كل حاجه ماشيه تمام فانا المفروض يعني بحب بطلنا، فالفيلن لما يشكل خطر وتهديد على بطلنا اللي انا بحبه فهو بالتالي بيشكل تهديد عليا انا كمشاهد. لازم عمليه الانتصار على الفيلن ما تبقاش سهله، لازم البطل يعاني ويتطور ويضطر يكتسب حاجه او يتعلم او يتغير في حاجه عشان يقدر ينتصر عليه. وعلشان ده يحصل موازين القوه ما ينفعش تميل ناحيه البطل، فيا اما موازين القوه تتساوى فيشكلوا تحدي بالنسبه لبعض، زي مثلا فرانك كاسل وبيلي روسو في ذا بانشر. الاثنين كانوا زمايل في نفس الكتيبه وخضعوا لنفس التدريب، ومش كده وبس، الاثنين صحاب، فكل واحد فيهم عارف التاني كويس قوي، فعارف ألاعيبه وحيله اللي ممكن يستخدمها ضده، وده مخلي الصراع بينهم مشوق جدا. او ان موازين القوه تميل ناحيه الشرير والبطل يبقى هو الطرف الاضعف، فبالتالي التحدي اللي قدامه يبقى اصعب واكبر بكتير. ودي حاجه انا بحبها جدا لانها بتعمل شرير مرعب قادر يحبس انفاسك بمجرد ظهوره على الشاشه، زي فولدرمونت ودارث فيدر. وهنروح بعيد ليه؟ فيلمي المفضل ابراهيم الابيض. من اهم الحاجات اللي خلت عبد الملك زرزور شخصيه ايقونيه هي ضعف ابراهيم قدامه. ابراهيم ما بيخافش غير من الغشيم، ابراهيم بطوله دخل وسط الزرازير وعلم عليهم، بس قدام المعلم عبد الملك زرزور ابراهيم ضعيف وعديم الحيله والخوف باين عليه. فلما بنتقدم شويه في القصه وبنعرف ان في صراع هيقوم بين ابراهيم والمعلم عبد الملك على حريه، بنبدا نسال نفسنا هو ابراهيم ازاي اصلا ممكن يكسب؟ وتبقى اخيرا سيب الفيلم بتاعك يكسب شويه، صدقني ده هيخليني اخاف منه اكتر. طبيعي ان المعلم عبد الملك ينجح انه يتجوز حريه، وطبيعي ان فولدرمونت يقتل حد من الناس القريبه لهاري، بس مش طبيعي طبعا ان محمد رمضان يتضرب. خش على النقطه اللي جايه يا عمر، قولي لي يا مرايتي، قولي لي حكايه الكنش. بص، الشرير الكويس بيشكل تهديد خارجي على العالم بتاعنا او على بطلنا، بس الشرير الجامد فشخ هو اللي بيهدد بطلنا من جوه. البطل كأي شخصية هيبقى مؤمن بحاجات، والشرير برضه كأي شخصية هيبقى مؤمن بحاجات، فبتبقى حلوة فشخ لما ايمان البطل يتعارض مع ايمان الشرير، فايمان بطلنا بمعتقداته يتهدد. مش فاهمني صح؟ طيب هبسطها لك. تعال نتكلم عن اعظم فيلن ممكن تشوفه، الجوكر. عارف ايه اللي بيخلي صراع عمي باتمان والجوكر جامد فشخ؟ في اغلب الصراعات بطلنا بيبقى بيحاول يوصل لحاجه والشرير بيمنعه من انه يوصل اليها او العكس، في حد فيهم واقف بين التاني وبين هدف، زي مثلا امير الظلام الارهابي عايز يقتل الرئيس، والطريقه الوحيده من انه يعمل دوت هي عن طريق دار مكفوفين، ولكن في الدار دوت في بطلنا الجنرال المتقاعد الكفيف اللي هو عادل امام، فعادل امام بيتصدى له ويمنعه من انه ينفذ مهمته. ده الصراع الطبيعي جدا بين اي شرير وفيلن، والصراع التيبيكال اللي هتلاقيه في اغلب الافلام زي لورد اوف ذا رينجز مثلا، وهو حلو بس هو صراع خارجي بس على مهمه او اوبجيكتيف. لكن صراع باتمان والجوكر مختلف تماما، لان هنا مفيش اوبجيكتيف، الموضوع كله قايم على ان كل طرف فيهم مؤمن بحاجه معينه. باتمان مؤمن ان كل واحد مهما اذنب فهو جواه خير ويستحق فرصه تانية. باتمان مؤمن ان كل واحد جواه بطل. الناحيه التانية الجوكر مؤمن ان كل واحد مهما عمل خير فهو جواه شر. الجوكر مؤمن
بان كل واحد جواه فيلن. الجوكر بالظبط في كوميك بوك ذا كيلينج جوك قال all it takes is one bad day to reduce the sanest man alive to lunacy. كل ما يتطلبه الامر هو مجرد يوم سيء. ففي صراع باتمان والجوكر مفيش واحد بيحاول يوصل لحاجه والتاني بيمنعه، الموضوع اكبر من كده بكتير. الاثنين هنا بيحاربوا قصاد بعض عشان يثبتوا وجهه نظرهم في طبيعه البشر. والجوكر هنا اسمه الميرور فيلن لانه مرايه بتعكس وبتختبر مدى ايمان باتمان بمعتقداته، وده اللي حصل في فيلمنا ذا دارك نايت. باتمان مش قاضي بيحكم على حد بانه يموت او بانه يعيش، فالجوكر اجبره على ده لما قال له ان دينت في عنوان وريتشل في عنوان وانه يقدر ينقذ واحد منهم بس. اجبر باتمان بانه يختار مين فيهم هيعيش ومين فيهم هيموت. ومش كده وبس، ده عكس عناوينهم، فايا كان باتمان هيختار مين يعيش هيفشل. وبما انه اختار ينقذ حبيبته ريتشل وفي الاخر راح العنوان لقى دينت، موت ريتشل كان اصعب عليه بمراحل، وده كسر باتمان وخلاه يشك في نفسه وفي معتقده ويقول ألفد الكلام دوت في المشهد ده. I was meant to inspire good, not madness, not death. ومش كده وبس، الجوكر حول فارس جوثام الابيض رمز الشرف هارفي دينت للفيلن تو فيس، فده كمان زود شك باتمان في معتقده، لان باتمان كان شايف ان هارفي شريف جدا وكويس جدا وممكن يكون كويس اكتر منه هو شخصيا. فانت فاهم الجوكر فيلن مكتوب ازاي؟ طيب بذمتك انت قول لي، هل احنا بنكتب حاجه بالعمق ده في السينما المصريه؟ هو اكيد فيه، بس انت لو قلت لي اكتر من 5 هتفاجئ. طيب ولو في المستقبل كتبنا حاجه بالعمق دوت، مين من جيل الممثلين اللي طالع الانفلونسرز هيعرف يمثل حاجه زي دي؟ انا الموضوع ده فارسني، اصل المشرحه مش ناقصه قتله، يعني هو مش كل حاجه تمام كل حاجه تمام فهنبوظ التمثيل، لا هي المشرحه والله ما ناقصه، دول ناس كويسين على السوشيال ميديا بس ما اعتقدش ان حد فيهم دارس تمثيل. يعني ما علينا، ده موضوع تاني الحلقه الجايه وهبقى اعمل حلقه عنه. تعالى بقى نخش على النقطه اللي جايه. ثالث نقطه انا جاي لك بص يا فكره الراجل الشرير من غير اي سبب دي فكره غبيه جدا، وفكره كمان ما خلاص بقى في اغلب الاعمال المصريه الشرير بيبقى شخصيه سطحيه جدا، يعني من لستة صفاته انه شرير بس كده، هو ده كخ وكخه جدا كمان، بيقتل ناس، بيلعب قمار، بيشد بودره، بيتاجر في العبيد، بيوقد بنات، بيحب افلام تامر حسني. بص صعب جدا يبقى في شخصيه شريره لاجل الشر. اي شخصيه في الدنيا بما فيهم الفيلم بتاعنا لازم يبقى ليه دوافع واسباب، لازم يبقى جوه دماغه في مبررات لافعاله، وده مش معناه ان مبرراته صح، لا عادي، المبررات دي ممكن تكون مثلا حقد او كره تجاه شخص او حاجه، ايمانه بحاجه، تجربه عدى بيها، او ممكن حتى تكون كذبه كدبها على نفسه وصدقها، بس ضروري يكون في موتيفيشن ورا افعاله، لان ده اللي هيخلي قراراته وافعاله ليها معنى في قصته، وده كمان اللي هيخليه هو ذات نفسه شخصيه عليها القيمه. بص الموضوع معقد ومحتاج كلام اكتر، بس انا هحاول ابسطه لك في مثل بسيط. ثانوس مؤمن تماما ان كل افعاله وقراراته بتتاخد لصالح العالم. ثانوس في وجهه نظره هو بيحاول ينقذ الكون، والافنجرز هم الاشرار اللي واقفين في طريقه، بالرغم من انه بيغزو وينهب ويقتل لكنه قادر يبرر ده بكل سهوله، لان بالنسبه له شويه ناس تموت وحقق هدفي احسن من ان هدفي ما يتحققش وكلنا نموت. هو متفهم ان اللي هو بيعمله صعب، ومتفهم ان في ناس ممكن تشوفه شرير، لكنه من جواه مؤمن انه حتمي ومحتاج اراده قويه وحد شايف الوضع صح، ومؤمن بان هو الوحيد اللي عنده الاراده دي، وده مش عند الافنجرز الضعاف الاغبياء اللي مش شايفين الصوره الكبيره ومش فاهمين هو بيحاول يعمل ايه، وده خلى ثانوس فيلن موتيفيتد. افعاله مش عبثيه لاجل الشر، لا هي وراها حاجه. ثانوس قتل شعب اسجارد كلهم لانهم كانوا عقبه في طريقه لحجر الفضاء، لكنه ما قتلش ستار لورد لما قابله هنا، لان ستار لورد ما كانش عقبه في طريقه لتحقيق اي حاجه. نفس الشخص اللي محى شعب كامل عفى عن شخص واحد لان مفيش مبرر لقتله، فموتيفيشن ثانوس هو اللي خلاه فيلن ايقوني. بس في نقطه، الموتيفيشن دوت لازم يكون فيه عامل شخصي، ما ينفعش يكون مجرد ايمان بفكره او بفلسفه وخلاص. مثلا فلسفه ثانوس كلها نابعه من تروما، كوكبه كله اتدمر وجنسه اتمحى بسبب قله الموارد، فقرر انه لازم يتدخل ويمنع ده من انه يتكرر تاني. فهنا ثانوس مش مجرد مؤمن بفكره وخلاص، لا ده الموضوع شخصي. فتخيل معايا لو ثانوس كان عنده كل الدوافع دي بسبب ان واحد صاحبه قال له مثلا كلمتين سمعهم منه واقتنع بيهم، بايخه مش كده؟ فايا كان الشرير بتاعك مين وبيعمل ايه لازم يشخصنها، فما ينفعش تجرد الموتيفيشن من العامل الشخصي، لانك لو عملت كده شخصيتك مش هتبقى منطقيه وهتتحول لمجرد تجسيد لفكره او لاجنده معينه، فبالتالي انا عمري ما هعمل لها حساب. وصلت؟ بص لو ما وصلتش وعايزين ندردش الموضوع
الموضوع اكتر او عايزين امثله اكتر فانا معاك في الكومنتس تحت للصبح. بس خلينا نتحرك عشان لسه اتكلم عن تموره وفيلم تاج في اخر الفيديو ومش عايز الفيديو يطول. فتعال نخش على رابع نقطه محدش يتوقع. بغيب وارجع تسمعني بغني راب وبغني الشعب. في مثل بيقول لك وعي البلا ولا انتظار، لان انتظاره مقلق مربك، وهي دي الفكره. لو في فيلن انا عارف اتوقع هو هيعمل ايه بالظبط انا هخاف منه ليه؟ بعيدا انه كده اصلا شخصيه مكتوبه وحش، بس انا بتكلم عن كونه فيلن المفروض يهددني ويخوفني. هل انا مثلا عمري احس التهديد من شوقي فتح الله في وجود جعفر؟ لا، لان رجوعا لنقطه موازين القوه بسبب فرق القوه بين جعفر وبين شوقي انا عارف بالظبط شوقي اخره ايه. انت مستحيل تعمل حاجه لاهل جعفر او حد يخص جعفر وجعفر موجود. فانا كمشاهد بقيت عارف اقرا انت امتى ممكن تشكل خطر وامتى مستحيل تشكل خطر، هقلق منك ازاي. فالفيلم بتاعك ما ينفعش يكون متوقع، ما ينفعش ابقى عارف استنى الضربه امتى، لازم ابقى مقلق منك. واحلى مثل على ده بصراحه، احلى مثل على ده هو الجوكر، بس بما اني استخدمته في الحلقه فتاني احلى مثل على ده هو هوملاندر من ذا بويز. هوملاندر فيلن بيطبق بشكل كويس قوي نقطه معايير القوه اللي قلناها، هو اقوى كائن في عالم ذا بويز ومحدش يقدر يقف قصاده، فده مخليه مخيف. لكن اللي مخليه موتر ومقلق لينا كمشاهدين ان احنا مش عارفين هو هيستخدم قوته امتى. هوملاندر اكسبلوسيف جدا، في اي لحظه ممكن يقدم على فعل وحشي جدا، في اي لحظه ممكن يتجنن ويقتل الالوفات، في اي لحظه ممكن يدب ايده في صدر اللي قدامه يطلع قلبه، ممكن تشوفه مبتسم جدا ومسالم وهادي وفي لحظه يتصرف تصرف عنيف جدا. فانت مستحيل تعرف هوملاندر بيفكر في ايه او هيعمل ايه، انت دايما قلقان منه لانك مستحيل تتوقعه. ومن هنا نخش على خامس واخر نقطه معانا، ماما ما تخافيش احنا الاشرار. بص، لو انا فضلت احكي لك عن بلطجي فتوه جامد جدا في المنطقه عندي، حكيت لك عنه قصص كتير، هل ده هيخوفك منه اكتر من انك تنزل معاه المنطقه وتشوفه وهو بيبلطج على حد؟ بالظبط كده. فانت دلوقتي عندك شرير عايزني اخاف منه، طب ما توريني ايه اللي بيخوف يا بابا، سمعني حاجه من اخر اعماله يا سيدي. لكن عمال تحكي لي عنه وعمال توصف لي فيه، ما هو كده شره مش هيهز قلبي، مش هيخليني احلم بيه. يا مخرجين مصر ابوس ايديكم بطلوا توقفوا لي ناس قدام الكاميرا تحكي لي ايه اللي حصل او ايه اللي بيحصل. دي سينما فيها شاشه يعني، فرجني. فاني اشوف نتائج او اشوف افعال الشرير ده بعيني ده هيخليني اعمل له 1000 حساب. انا خفت من بريدتور وخفت من جوز، ودول مش شخصيات بقى مكتوبه وحوار، ده قرش وده فضائي. بس نقطه موازين القوه مع نقطه الدمار اللي هم سببوه اللي انا شفته ده خلاني اعمل لهم 1000 حساب. واوقات كتير اني اشوف نتائج شر ودي لوحدها ممكن تكون كافيه اني اعمل له 1000 حساب. وهديك مثلا فيلم 7 انت مرعوب وعامل 1000 حساب لشخصيه كيفن سبيسي جون دو، مع انك ما شفتوش اصلا غير في اخر تلت من الفيلم. انت كنت خايف من حاجه انت مش فاهمها وما شفتهاش اساسا، بس كونك شفت الجرائم البشعه اللي هو ارتكبها ده خلاك تسال مين الوحش اللي قادر يرتكب كل ده. فهمت؟ طيب رجوعا بقى للسينما المصريه، انا كده شرحت لك ايه هي العناصر اللي المفروض تكون موجوده في الفيلن الكويس وقلت لك الغلط فين. بس بعد ما فهمت كل ده خليني اسالك، هل انت متخيل ان كتاب ومخرجين مصر مش فاهمين ده؟ ما هو لو مبتدئ زي فاهم الكلام ده فهم اكيد فاهمين. طيب ليه بقى ما بينفذوهوش؟ عشان حاجات مالهاش علاقه بالسينما، علشان نجم لازم يتلمع، عشان صوره الدكر اللي مفيش منه 2 تترسم، عشان اعمال موجهه جايه تثبت في دماغك فكره او اجنده معينه ومش مهتمه اصلا بجوده الحدوته. والاهم من كل ده بقى علشان في مغفل بيشتري. فكر فيها كده، انا بقدم لك السهل الرخيص اللي ما فيهوش اي ابداع وانت بتاخده وتقول لي الله. طب انا بقى هتعب نفسي ليه؟ هجتهد ليه ما انت راضي بقليلك اهو. يا اخوانا تامر حسني بسم الله ما شاء الله كل حاجه بيعملها بتبقى ارخص واوحش من اللي قبلها. فيلم بحبك كانت اوحش حاجه شافتها عيني، حبيبي تيم ونجم الجيل في تاج علق على نفسه في ليفل الوحاشه. الفيلم مش وحش، الفيلم رخيص قوي. في حاجات فيه انا قسما بالله اتكسف اعملها في سكتش، اتكسف ان حد يشوفها ووشي عليها. في اغنيه كده عملها فيلم تاج اصله هو هيغني لا في البوم لازم الاغنيه دي طلعت ترند وهي حاجه قمه في يعني ايه يعني تخنتي سيكا خسيتي سيكا سابك سيكا يولع سيكا اصلا قوي انت حلوه اصلا قوي خلي عندك امل. ايه امل في السجن؟ اوبا دي كوميديا، دي كوميديا. عايز تبعد مش عارف ايه يلا باي وجودك زي عدم وفاكر نفسك واي فاي انا من غيرك سعيد. ايه سعيد مات يا اخي؟ كوميديا بقى كوميديا عند تامر بقى فاهم. واي فاي بالنسبه له مهم جدا ووجودك زي عدم وانت فاكر نفسك ايه واي فاي يعني ضحك مش قادر بجد تامر لا تامر الشقاوه دي
هموت، هستأصل خصيتي من الضحك يا تامر، هتموتني في مره. وخد من ده بقى كتير بقى يا باشا في الفيلم بقى، واحد صاروخ بيتضرب على الهرم بيصده بطيزه، ويعني واحد بيفس باقي مش عارف ده ايه يا رب. طيب بلاش سينما، مش هو اصلا مغني؟ تامر عامل اغنيه لسه نازله من كام يوم، للاسف في مره وانا رايح الشغل الصبح شفت اللينك بتاعها، دوست على امه تتقطع ايديا دي، دست عليه وشفت الاغنيه اسمها حوا. والاغنيه وفكره الاغنيه كانت ممكن تنزل في 2007 مثلا، وكانت برضه هتبقى رخيصه. حوا بقى والستات بقى، احنا كرجاله بقى مش فاهمينهم، مش فاهمين اللي بيدور في دماغهم بقى. تقول لها مالك، تقول لي مفيش، تقول لها مالك، تقول لك الصوت غير عيا بقى، ومركبه لي كاميرات بقى وبتراقبني بقى وبتاع. بص انا مش هكمل الكلام، انا كتير كتير، انا هقول لك حته من الاغنيه وانت هتفهم احنا فين. على فكره هو يعني انا ما بفهمش الموسيقى، بس هو ملحنها كده باللي انا هقوله ده بالظبط، ماشي. وديتها مره للدكتور، دكتور قالوا دي او نوصل لك، سالها مالك، قالت له مالي، ما انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك يعني. الضحك يا تامر بقى، لا يا تامر بقى، لا يا تامر ما ينفعش بقى يا تامر. فنان يا تامر، فنان يا تامر. احنا بس يا تامر لو نبطل بس يعني استاذ، لو نبطل بس نكتب اعمالنا من بيتجات بنوته شقيه ومفتريه، والله الدنيا هتبقى احلى. انا شفت ساعه وربع من فيلم تاج، وشفت كليب حوا، انا ممكن اقعد لبكره الصبح. بس انت عارف المشكله فين؟ المشكله ان كل اللي انا قلت لك دوت حاجات ناجحه، نجحت وجابت فلوس. فعايزك انت تقول لي نجم الجيل وبقيه الاساتذه يبطلوا ليه؟ نتعب ونجتهد ونبتكر في شغلنا ليه؟ ما هي بقت سبوبه. فانا شخصيا كشهاب بعمل حلقات على اليوتيوب هنا بامكانياتي المتواضعه وبعلمي المتواضع جدا، عشان احاول اشرح لك فنيا فين السيء وازاي يبقى احسن، علشان انت كمشاهد تفهم. لان خليك عارف ومتاكد ان اللي قادر يحسن صناعه السينما كلها في بلدنا هو المشاهد بايده انه يكرم الشغل اللي يستحق ويفشل الشغل الرخيص. وبس كده يا سيدي. لو عجبتك الحلقه وعايز تشوف الخلقه دي تاني، يا ريت تعمل لايك وتعمل سبسكرايب، ويا ريت تقول لي في الكومنتس عايز نعمل حلقات عن ايه، لاني بصراحه عندي فكره ابداعيه الفتره دي. وبس كده، سلام.